ناس كتير قوي بتقول انت مركز على القهوه التركي ونسينا وناس القهوه الشوكولاته والبندق والحاجات دي. عملنا خلطه البندق وتعالى نعمل بقى ايه قهوه بالشوكولاته لذيذه ولطيفه. خدت اول حاجه ربع معلقه من الكاكاو، وبعدين هاخد نص معلقه من البن البرازيلي السانتوس. ممكن على فكره تستخدم عادي بني ساده فاتح، مش لازم برازيلي. جبت قلب الشوكولاته ده كده من عند العطار، كان ب 10 جنيه تقريبا. هاخد منه حوالي 5 جرام او حوالي معلقتين كده بعد ما هرسته بالسكينه كده. هاخد حوالي معلقتين تمام بالشوكولاته الخام ديت. ممكن تستعمل اي نوع شوكولاته مش هتفرق كتير. وخدت الحليب بتاعي علشان ايه اعملها بالحليب. طبعا ممكن تعملها بالقهوه بالميه عادي لو انت بتحب القهوه التركي كده على لمسه شوكولاته، هتفرق معاك جامد جدا في تغيير قهوتك اليوميه. المهم لا، لو انت مش متابعني فانا علاء فوده بقدم محتوى عن القهوه، بقول لك خلطاتها والحنكشه بتاعتها وانواع المكن وايه اللي ممكن تعمله في البيت من نسكافيهات وكوفي ميكس وكل حاجه تخص القهوه او اي حاجه فيها كافيين هتلاقيها عندي في الاكونت. المهم بقى بعد ما تنزلها على النار كده اديلها التقليبه الجميله، حاول عشان ايه كل الانواع كده تخش في بعضيها.